بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل مع بعض النهارده يا جماعه صينيه تورلي بالفراخ. تمام، معايا كده الفرخه بتاعتي مقطعاها وغسلها كويس جدا، وايه منضفاها من اي حاجه، جلد زايد، اي حاجه في الفرخه. منضفاها كويس قوي. اول غسله طبعا بغسلها بالدقيق سوري، بالخل والملح والليمون. دي اول غسله، وبعد كده طبعا بنقعها فيها شويه وبعدين اشطفها وارجع اغسلها بالدقيق زي ما انتم شايفين. طبعا بتاعت الدقيق دي مهمه جدا يا جماعه، عشان خاطر بتشيل الزفاره. كده شطفتها من الدقيق كمان، برضو بسيبها 5 دقايق او 10 دقايق في الدقيق واشطفها، وزي ما انتم شايفين بقت زي الفل معايا اهي. ومعايا كده بسله مديها نص سلقه تقريبا او اكتر من نص سلقه بشويه. ماشي. عشان خاطر تبقى معايا مستويه كده في التورلي، ما تبقاش ناشفه. تمام. معايا بقى حله سخنه وحاطه فيها ورق لورا اللي هو الحبهان وشويه فلفل اسود مع ربع معلقه سمنه في حله سخنه على النار. عشان ايه؟ عشان ادي الفرخه صدمه. ماشي. وبعد كده ايه، نزلت بالفرخه متقطعه زي ما انتم شايفين، نزلت بيها. الحله لازم تكون سخنه، صدمه كده في الاول. ماشي. وبعد كده بروح نازله عليها بايه، بكاتل ميه سخنه، غاليه كاتل ميه سخنه، وانزل بقى ايه على الفرخه. تمام. واسيبها تتسلق بقى، سيبها تتسلق بقى شويه. مهمه جدا خطوه الدقيق يا جماعه عشان تشيلك الزفاره من الفراخ. الملح والخل والليمون ما بيشيلش الزفاره، ده منقوع للغسيل كويس، او ايه، انك تغسليها كويس. لكن ريحه الزفاره اللي في الفراخ بتفضل، الدقيق هو اللي بيشيل ريحه الايه، الزفاره اللي في الفراخ. تمام. وجربي كده وشمي ريحتها بعد ما تغسليها بالدقيق قبل وبعد. معايا بقى هنا البسله اللي انا سلقاها. معايا بصلايه كبيره وبطاطستين متقطعين مكعبات، وثلاث كوسات صغيرين متقطعين برده مكعبات، وايه حوالي جزرتين متوسطين برده مقطعهم صغير. بجيب الصينيه طبعا اللي انا هعمل فيها، هي نفس الصينيه اللي انا هشتغل فيها. ماشي. بنزل اول حاجه بالبصل، ادبلها كده تشويحه، وادبل البصلايه كده معايا في شويه ايه سمنه وشويه زيت. نزلت بشويه ايه رشه سمنه بلدي صغيرين. بنزل بالسمنه والتوابل مراحل مراحل، مش بنزل بيهم كلهم مره واحده. اول حاجه بنزل بيها طبعا في الخضار الجزر، بنزل من اول اللي بياخد سوا اكتر من التاني. بعد كده بنزل بالبطاطس مقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين. ولو البسله واخده سلقه اقل من كده شويه، تنزلي بيها هي الاول وبعدين البطاطس. بس انا البسله مسويها كويس، يعني ده تقريبا 3/4 سلقه، فنزلت بالبطاطس الاول وبعد كده البسله. تمام. يعني مش هتاخد معايا سوا خالص، عشان البطاطس برضو ما بتاخدش سوا كتير، فالبسله زيها، فايه نزلت بيهم ورا بعض زي ما انتم شايفين بعد الجزر. تمام. وبعد كده اخر حاجه الكوسه، ما بتاخدش وقت خالص. ماشي. واقلب كله مع بعضه. وزي ما قلت لك، انت بتغسلي بتبقي منضفه الخضار ومقطعاه وغسلاه، وانت غسلاه ما بتبقيش منشفاه على الاخر، بيبقى فيه نقط الميه كده اللي ايه اللي في الخضار، عشان دي بتسهل معاكي العمليه، ما يلزقش منك كده الايه الخضار. بتبقى نقط بسيطه مش ميه كتير، لا انت بس غسله مصفيه، بس مش مصفيه منشفاها قوي. تمام. فايه بتديها كلها تشويحه وتتبيله كده، وتنزلي بشويه ايه، نزلت بحته سمنه بلدي برده زي ما قلت لكم. بحب انزل بالسمنه او التوابل مراحل برده ايه متفاوته كده. فايه نزلت كده بعد ما شوحت الخضار كله مع بعضه بالفراخ، برده الفراخ مديها 3/4 ايه سلقه، ومديها ايه. وبعد كده بحاول كده اقلب الخضار بقى كده عليها عشان كله ياخد من طعم بعضه. تمام. وبعد كده بقى عندي الشوربه اهي، وعندي عصير الطماطم ضربه حوالي 5 طماطمات في الخلاط. حوالي ايه، طبعا عمر جنبي وهو عامل لي قلق وانا بمنتج. تمام. فايه معايا 4 5 طماطمات كده في الخلاط محضراهم ضربهم في الخلاط، وبحط عليهم بقى التوابل، ملح، فلفل اسود، كمون، بهارات فراخ، شويه بهارات فراخ، شويه زعتر، ورشه جوز الطيب. تمام. بضربهم كلهم مع بعض كده في الخلاط. وتحطي بقى ايه، لو عايزه تطعمي بمرق الدجاج تحطي برده في الخلاط مكعب، او بترشيه كده عليها، او في شويه شوربه زي ما انا هعمل. بنزل بقى بكل الحاجات دي معايا اللي في الخلاط، الطماطم مع الصلصه مع التوابل، بنزل بيهم على ايه، على الصينيه. وعندي شوربه هي جميله دسمه ما شاء الله بتاعت الفراخ، فبنزل بيها بحوالي 3 كبشات، كبشتين 3 كده ايه، حسب ما الخضار بتاعك قدامك عايز قد ايه. والكبد والقوانص بتاعت الفرخه كمان اهي، ومكعب مرقه الدجاج زي ما قلت لك تحطيه كده، تفروليه كده قدامك مع الخضار، او في الخلاط، او بشويه شوربه سخنين تكوني مدوباه جواهم. تمام. وبغطي عليها واسيبها. تمام. بسيبها طبعا حوالي ايه 10 دقايق كده على النار تغلي غلوه،
وشويه ايه رشه برضو سمنه كمان فيها. والخضار بتنزليه مرحله مرحله، كل مرحله بتاخد لها 5 دقايق او 7 دقايق على النار تشويح، من اول ما نزلنا بالبصل والجزر وهكذا. تمام، كل مرحله 5 دقايق 7 دقايق على النار. بعد كده بتشوحيهم كلهم، وزي ما شفتوا تنزلي بالفراخ وهكذا. ليه؟ لان كله يعتبر ايه سوا بسيط. بعد كده بدخلها الفرن. طبعا بديها الاول لو انا مستعجله عليها بديها السوا الاكبر فوق البوتاجاز من فوق، عشان كده انا سويتها كتير. اخر ربع ساعه خالص بدخلها الفرن تتشمع وتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، واروح مشغله عليها الشوايه لو انا برضو عايزه بسرعه اشغل عليها الشوايه. اخر برضو ايه 5 دقايق تفتحي النار من فوق. تمام. فسهله وسريعه وكلها في صينيه واحده. وجنب طبعا رز بشعريه بنعملها. وبصوا الخضار زي ما انتوا شايفين مش مهري ولا اي حاجه، كله سوا مظبوط. يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم اضغطوا لايك.